في ناس كتير بتبص للمظاهر وبس. تشوف واحد لابس شيك تقول ده ناجح، تشوف واحدة متجوزة وعندها أولاد تقول يا بختها، تشوف حد بيخدم في الكنيسة تقول ده قديس. وفي المقابل تشوف شاب مش مرتبط تقول أكيد في حاجة غلط، تشوف بنت مكملتش تعليمها تقول ده مش ناجحة، تشوف واحد قاعد من غير شغل تقول ده كسلان. بس الحقيقة مفيش حد يعرف إيه اللي جوه قلوب الناس. يمكن اللي لابس حلو مديون، واللي بيضحك موجوع، واللي بيخدم بيتألم في صمت، ويمكن اللي شايفينه فاشل بيصارع مرض أو شايل مسؤولية كبيرة أو عدى عليه حاجات صعبة محدش يعرف عنها حاجة. الناس بتشوف اللي بره، لكن ربنا بس هو اللي شايف القلب. فاكر لما ربنا قال لصموئيل النبي الإنسان بيبص للعينين أما الرب فبيبص للقلب. علشان كده خلي عينك دايما فيها رحمة، متستعجلش في الحكم على حد، واوعى تنخدع بالمظاهر. اللي شكله مرتاح يمكن تعبان، واللي ساكت ممكن يكون بيصرخ جوه نفسه، واللي الناس بتبصله بنظرة دونية يمكن يكون غالي قوي عند ربنا. وانت كمان لو الناس ما قدرتكش، افتكر ان ربنا شايفك وفاهمك وماسك بإيدك. وفي الآخر نقول مع المزمور مبارك الرب اللي ما سلمناش فريسة لأسنانهم، نفسنا نجد زي العصفور من فخ الصيادين. الفخ اتكسر واحنا نجينا بألم منجيسو، لا تنسونا في صلواتكم.